السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يأتي تصريحات بعض اللاعبين بعد مباراة المغرب وكرواتيا التي انتهت بصفر صفر يوم الأربعاء في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة السادسة ضمن مونديال قطر 2022 في كرة القدم. وكان تصريح وليد الركراكي حيث قال: يملكون خط وسط رائع، ركضوا كثيرا ولديهم نوعية فنية مميزة، احترمناهم كثيرا في بعض الفترات، لعبنا بقوة وتعبنا في النهاية. أشكر الشبان، لقد أظهرنا أننا فريق جيد، يجب أن نتابع العمل ولدينا 4 أيام للتعافي قبل مباراة بلجيكا. كنا نبحث عن الفوز، استحوذوا على الكرة وهذه نتيجة جيدة. وقال يوسف النصيري: بالنسبة لي كانت مباراة صعبة، والمهم أننا لم ننتقى هدف ولم نكن موفقين كفاية للتسجيل. أشكر اللاعبين على الجهد الذي بذلوه، وأشكر الجماهير على مساندتها لنا حتى الدقيقة الآخرة، ونأمل أن نهديها الفوز في المباراة المقبلة إن شاء الله. فيما قال يحيى عطية الله: نقول هارد لاك، حظ أفضل، لأنه رغم تقديمنا مباراة جميلة كان بودنا تحقيق الانتصار، لكن يبقى التعادل نتيجة إيجابية، ونأمل في المباراة الثانية أن نحقق الانتصار. إنها مسألة حظ عن الفشل في التسجيل، لا سيما في الشوط الأول. أما لوكا مودريتش فكان له رأي آخر: كنا على حق، فالمنتخب المغربي مخادع وصعب، لم نسمح لهم بالاقتراب كثيرا من منطقة الجزاء، وما احتجنا إليه هو الهدف، ولو كنا خلاقين أكثر لربما منحونا المزيد من المساحات. لم نأتيه إلى هنا لمجرد اللعب وتجاوز دور المجموعات، فطموحنا أكبر من ذلك بناء على الخبرة التي اكتسبناها من مونديال الماضي. ولكن طموحنا الأول هو تجاوز دور المجموعات، وفي حال تمكنا من ذلك سنشكل خطرا على كل منتخب. لا تفهموني بطريقة خاطئة، هدفنا تجاوز دور المجموعات، ولكن طموحنا لأبعد من ذلك.